بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وقوة إيمان. قصة النهاردة عنوانها الستر قبل الحب. الستر قبل الحب. ليه؟ ليه الستر قبل الحب؟ وإيه الحكاية؟ عشان نعرف الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة النهاردة حصلت في قرية من قرى الريف المصري. قرية صغيرة معروفة، الناس عارفين بعض. أي حد غريب فيها بيتعرف على طول إن ده غريب، مش من أهل القرية، وهكذا. يعني يعتبر مجتمع محدود. أحداث القصة بقى بتدور في أسرة. الأسرة دي فيها الأب الحاج مهدي، والأخ سعد، والأخت أميرة. أميرة دي هي البطلة بتاعتنا. أميرة مامتها توفت وهي عندها 15 سنة. أصبحت أميرة الأخت والبنت الابنة والأم وكل حاجة في المنزل. أصبحت هي اللي مسؤولة عن أبوها وأخوها وعن البيت وعن نفسها طبعا، وبالتالي شايلة كتير كتير فعلا. حاسة إن هي يعني شايلة فوق طاقتها، ومع ذلك كانت مبسوطة مرتاحة راضية دايما مبتسمة. وكانوا كل أهل القرية بيحبوها عشان دايما الابتسامة ما بتفارقش وشها، على طول وشها مبتسم. فكل ما بتبتسم بتزداد جمال. احنا عارفين ان الابتسامة جميلة، بتضفي على الوجه كده رونق. فهي كانت على طول مبتسمة، وبالتالي زي ما بقول لكم كانوا كل أهل القرية بيحبوها. كانت تقوم الصبح تعمل لهم الفطار، تصب لهم لبن يشربوا، وبعدين تروح مع باباها تساعده في الشغل. كان بيشتغل عبارة عن بيرعى الغنم، فكان بيلف بشوية الغنم اللي معاه ويرجع تاني البيت. أحيانا ياخد أي غنمة من غنم الجيران، يقول له خد الغنمة دي لففها معاك، وده طبعا كان شغله. كان لما بياخد غنمة من غنمات أي حد من الجيران كان بياخد فلوس على كده. وهو كان عنده كام غنمة دي اللي هو الخروف والمعيز، يعني غنم عزكم الله. فده كان شغله. كانت تطلع تلف معاه شوية عشان تونسه وتعينه وتشوفه عاوز حاجة ولا لأ، وبعدين ترجع على البيت وتسيبه هو يقعد بقى في المكان اللي هيقعد فيه ويبقى يرجع. يعني كانت بتوصله تقريبا للمكان اللي هيقعد فيه بالغنم، وترجع بقى تشوف بيتها، تشوف هتعمل أكل إيه، هتروح السوق ولا لأ، محتاجة حاجة هتروح تشتريها الأول ولا لأ، تروق البيت، تظبط لهم بقى الغدا، تغسل غسيل، تعمل كل حاجة. وفي يوم من الأيام وهي ماشية في السوق واشترت حاجتها ومروحة، ماشية في الشارع شافت شاب غريب. زي ما بقول لكم لما بينزل حد غريب القرية الناس كلها بتاخد بالها إن ده غريب. فشافت شاب إيه غريب، والناس كمان شافوه ولاحظوا، وكانوا أغلب الناس بيبصوا عليه. ولكن هو عينه جت على مين؟ على أميرة. لما عينه جت على أميرة أعجب بيها. سبحان الله، مشي وراها لحد ما عرف بيتها. هي لاحظت ان هو ماشي وراها وبصت له، راح باصص لها ومكمل وراها برضه من غير ما يتكلم لحد ما عرف بيتها. عرف بيتها، سأل مين ابوها، قالوا له الحاج مهدي، اخلاقه بتاع راجل طيب، سمعته اشهر من نار على العالم، سمعته كويسة جدا وهو راجل كويس جدا. ليها حد تاني، ليها اخ اسمه سعد، برضه انسان كويس بيشتغل مع ابوه احيانا وبيشتغل لوحده احيانا اخرى في فلاحة الارض وهكذا. ما كانش عندهم ارض، كان بيشتغل في فلاحة الارض عند الناس، اللي عايز يجمع محصول، اللي عايز يبذر بذرة، اللي عايز اي حاجة في شغل الفلاحة بيروح يعمله معاه طبعا بمقابل. فده كان شغله. الشاب الغريب ده كان اسمه وليد.
وليد بعد ما عرف وسأل عنها وعرف ظروف حياتها رجع تاني مكانه في المدينة. هو كان جاي من المدينة يبص على القرية، بيدور على حاجات عايز يشتريها، حاجات معينة يعني الناس قالت له إن هي موجودة في القرية دي. وبعدين رجع بعد يومين اتنين بس، رجع بقى قاصد على طول بيت الحاج مهدي. يعني هو مش راجع بقى المرة دي يدور ولا يسأل ولا الكلام ده، لا هو راجع عارف عايز ايه. سأل على الحاج مهدي، موجود في البيت؟ اه موجود، سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا ابني، اقدر اخدمك ازاي؟ قال له بصراحة يا حاج مهدي انا جاي وعايز اطلب ايد بنتك اميرة. قال له على الرحب والسعة، اهلا وسهلا، بس انت تعرفها منين؟ قال له ابدا، انا شفتها وهي ماشية في الشارع المرة اللي فاتت لما كنت هنا في القرية، وبعدين فكرت وقلت خلاص انا هاجي اخطبها. بمجرد ما قال هاجي اخطبها و... والناس عرفت، يعني على طول الحاجات بتتعرف. فراح قال له خلاص نقرا الفاتحة، بس انا عايز اقعد معاها مرة او اتنين. قال له طب نقرا الفاتحة وبعد كده ابقى اقعد معاها. قال له خلاص ماشي. طب رؤية شرعية مش شرعية؟ قال له لا، على الاقل اقرا الفاتحة وبعدين اقعد معاها. والفاتحة خلاص، الفاتحة مفتوحة، يعني ما كتبناش الكتاب. قال له طيب خلاص تمام. المهم قروا الفاتحة هو وابوها ومشي، ما قعدش معاها في المرة دي. ان البلد كلها عرفت بقى ان اميرة قرت فاتحتها على الشاب الغريب اللي جه دخل القرية. بعدها بيومين جه عشان يقعد معاها. دخل قال لباباها انا عايز اقعد معاها. تمام. فرح الحاج مهدي قال له تعالى يا ابني اقعد هنا، وقعده في الصالة وفتح الباب. وفي البيت طبعا حوش البيت او يعني زي الصالة كده، هو اللي فيه الكنب والكراسي والحاجات دي. فده كان يتفتح باب البيت، اللي قاعد قدام الباب يشوف اللي جوه. فخلى وليد يقعد مع أميرة في حوش البيت دون اللي هو زي الصالة، والحاج مهدي خد كرسي وقعد بره قدام الباب، بحيث يبقى شايفهم برضه بس يديهم فرصة يتكلموا. فقعد يتكلم معاها وياخد ويدي معاها في الكلام، والآخر قال لها أنا كنت فاكرك أرق من كده، ده أنا حاسس إن أنا يعني قاعد مع عامل من العمال، فأنا للأسف مش هقدر أكمل الزيجة دي. وخرج قال لباباها نفس الكلام. قال له معلش يا حاج مهدي أنا مش هقدر أكمل الجوازة. قال له يا ابني ده البلد كلها عرفت إن هي اتخطبت، ليه بس؟ قال له كده معلش سامحني. طبعا مش هيمسكه بقى غصب عنه. قال له خلاص يا ابني. وراح الراجل وراح وليد ده مشي. دخل لبنته قال لها هو ايه اللي حصل؟ قالت له ابدا، نتكلمنا مع بعض واحنا بناخد وندي في الكلام، بعد ما خلصنا قال لي انا كنت فاكرك ارق من كده، انا حاسس ان انا بتكلم مع عامل من العمال. راح ابوها بص لها كده وقال لها طب يا بنتي معلش ربنا يعوض عليكي خير. طبعا هي عارفه بقى ان البلد كلها عرفت، وعارفه ان هم هيمسكوا سيرتها، يا ترى مشي ليه، يا ترى سابها ليه، يا ترى مش عارف والكلام اللي بيتقال في المواقف اللي زي دي. ومحدش للاسف بيسيب حد في حاله، وخاصه بقى لما بتبقى الاماكن صغيره زي القرى الصغيره كده، والناس كلها عارفه بعضها، فالدنيا بتبقى صعبه قوي. هو مشي من هنا، والحاج مهدي قعد مع ابنه سعد وقال له بص يا ابني احنا دلوقتي في مشكلة كبيرة. قال له ليه يا والدي؟ قال له مجرد ما الناس تعرف ان العريس بتاعها ده وليد ده مشي، هتتقلب الدنيا وسمعة بنتنا هتبقى في الطين. مشي ليه من اول كام يوم؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي جرى؟ والناس كلها بقى هتقول يمكن لقى حاجة، يمكن شاف عليها حاجة، مش عارف والكلام اللي انت عارفه ده يا ابني. قال له طب والحل؟ قال له الحل عايزين نسترها بأي شكل. قال له يعني قال له يعني عايزين حد يجوزها بسرعة، فالناس مش هتاخد بالها بقى هو ده اللي كان جاي لها ولا التاني ولا المهم ان حد يتجوزها. قال له طيب ان شاء الله محلولة. وراح سايبه ابنه سعد ده، سابه ومشي. جه على دماغه
وصديق ليه يعز عليه قوي، وهما الاتنين يعزوا على بعض. راح له. صديقه ده ما كانش في نفس القرية، كان في قرية جنب القرية بتاعته. كان اسمه كريم. فراح سعد رايح لكريم وقعد معاه، سلام عليكم وعليكم السلام، وراح حكي له اللي حصل مع اخته. قال له طب ليه؟ هي أميرة مالها فيها ايه؟ انا شفتها قبل كده وهي كويسة. قال له ما هي كويسة، هي مظلومة، ده هو قال كذا كذا كذا. قال له ايه ده؟ قال له هو شاب من المدينة بقى ومتدلع ولا مرفه ولا ايه، مش عارف انا. قال له طب والمطلوب مني ايه؟ قال له تتجوزها. قال له اتجوز اختك؟ قال له اه. يعني جواز كده وكده، يعني هتكتب الكتاب وبعد شهر او شهرين تطلقها، بالكتير 3 شهور وطلقها، وبنتنا تلزمنا، وزي ما تدخل عندك تخرج من عندك زي ما هي. قال له ايه ده؟ لا، ما دام الموضوع كده وستر انا استرها من عينيا، بس مجرد ما تيجي عندي هتبقى زوجتي. افرض اتفقنا فهتبقى زوجتي، لكن انا ما اقدرش اوعدك ان هي تبقى زوجتي ومعايا في البيت وترجع لك زي ما هي، ما اضمنش. ما دام هنكتب كتاب وهتبقى زوجتي وعلى سنة الله ورسوله يبقى هي زوجتي، وبعد ال3 شهور يحلها ربنا. قال له يعني 3 شهور؟ قال له اه. قال له طب خلاص اتفقنا. وراح واخد صاحبه معاه وراح لابوه. اول ما راح لابوه، ابوه شاف صاحبه ده معاه وكان عارفه، يعني ابوه عارف صاحبه ده. فاول ما شافه قال له ايه يا سعد، مش ده كريم؟ قال له اه يا بابا ده كريم صاحبي. قال له ايه الحكايه؟ قال له هيكتب كتابه على اختي ويتجوزها وياخدها معاه بيته كمان على ان هو اللي كان جاي لها ومتجوزها ده، اللي كان هيتجوزها ده اكنه اتجوزها وخدها معاه البيت، والناس ما هيش عارفه ده من ده. قال له الله يسترك يا ابني، الله يسترك، واحنا عند كلامنا، هما 3 شهور وانا هجيلك لحد عندك تطلقها واخدها واجي. قال له خلاص اتفقنا، بس هي هتبقى زوجتي خلال ال3 شهور دول، هتبقى زوجتي، يا نكمل بقى يا ما نكملش. قال له خلاص ماشي. كانت أميرة بقى بعد ما مشي الأخ الحلو المدلع دون، اللي قال لها حاسس إن مع عامل من العمال، قعدت في أوضتها وقفلت بابها وفضلت تصلي وتدعي ربنا: يا رب اجعل لي مخرج من الأزمة دي، يا رب اجعل لي مخرج وما تفضحنيش بين أي حد، يا رب ما تخليش الناس تجيب في سيرتي، أنا ماليش غيرك وحلها لي من عندك. وقعدت تصلي وتدعي وتصلي وتدعي وتعيط، يعني بإلحاح، وتطلب من ربنا. سبحان الله. وطبعا يعني احنا كلنا عارفين المضطر إذا دعاني، دعوة المضطر دي أو دعوة الخايف أو دعوة المظلوم يعني بتطلع لربنا سبحان الله، يعني نقدر نقول كده زي الصاروخ. فدعوة ما فيش بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. فقعدت تدعي وتقول كده طول ما هي قاعدة، لحد ما فعلا ربنا حلها. وأول ما جه بقى صاحب أخوها ده، راح أبوها قايل لها: حصل يا بنتي 1 2 3، وهو جاي عشان يتجوزك وهيحصل كذا كذا كذا، وبعد 3 شهور أنا هجيلك، يا إما تستمري يا إما هجيبك واجي. قالت الحمد لله، ودخلت صلت ركعتين حمد لله. راح أبوها كتب الكتاب، جاب المأذون وكتبوا الكتاب، وجابوا 2 شهود من جيرانهم، والراجل وكريم دون خد أميرة وروح بيته. هو كان ميكانيكي وعنده ورشة، الورشة في نفس البيت، يعني الورشة تحت والشقة اللي عايش فيها فوق، وعايشة معاه أمه ست كبيرة عايشة معاه. فخد أميرة وعاش طبعا، عاشت معاه هو وأمه في نفس الشقة اللي فوق، وهو ينزل الصبح يشتغل ويطلع آخر النهار على شقته. عاشت بقى أميرة معاه في البيت. كريم كان قليل الكلام جدا، كان يدوب وهو ما يصحى الصبح يصبح عليها وياكل لقمته ويشرب شاي ولا قهوته وينزل على ورشته، ولما يطلع بالليل يسلم برضه عليها، ياكل ويحمد ربنا ويخش اوضته ينام، وهي بتنام في اوضه تانية، هو في اوضه وهي في اوضه وامه في اوضه،
وعايشين. لما كان يقوم بقى بالليل يشرب مية أو يدخل أعزكم الله الحمام ولا كده، يلاقي أميرة صاحية عمالة تعيط وتدعي ربنا: يا رب اجعل لي هذا البيت سكن وليس سجن، يا رب اجعل لي هذا البيت سكن وليس سجن، يا رب عز من أعزني، يا رب استر من سترني، يا رب استره كريم، يا رب استره كريم زي ما سترني. وتقعد تدعي له وتدعي لنفسها وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها قدم خير وسعد على الموجودين في البيت وما يجعلهاش اي حاجة مش كويسة. فكان يسمعها قلبه يرق للدعوات دي، سبحان الله، وكان يقول سبحان الله. بدأت معاملتها الحلوة تمس قلبه ببطء شديد، سنة بسنة. كانت تصحى الصبح تتوضى تصلي، تصحى من الفجر تتوضى وتصلي وتنزل الورشة بتاعته، طبعا المفتاح معاه في البيت، تنزل تفتح وتقعد تنظف في العدة بتاعته، وهي بتنظف تدعي: يا رب ارزقه وزود رزقه وبارك له فيه، يا رب اديله الصحة والعافية، يا رب اكفيه شرها واديله خيرها واديه خيرها. وتقعد تدعي وتنظف في العدة اللي موجودة، المفاتيح المتعلقة والمركونة، المنجلة اللي محطوطة، الشنيور اللي محطوط، المنشار، كل العدة تقعد تنظف فيها لحد قبل ميعاد نزوله بشوية. تطلع تعمل له القهوة بتاعته وتحط له الفطار، يفطر وينزل. مرت الأيام على كده، مرت الأيام على كده، لحد ما في يوم مامته تعبت تعب يعني بقى محتاجة حد يخدمها، مش هتقوم من مكانها. فقعدت جنبها أميرة تمرضها وتاخد بالها منها وتأكلها بإيدها في بقها، ولو عرقت تمسح لها عرقها وتاخدها تحميها، يعني عارفين شالتها على كفوف الراحة. فهو دخل في يوم يبص على أمه، لقاها قاعدة على الأرض جنب السرير بتاع أمه، ونامت وهي قاعدة في الأرض جنب السرير بتاع والدته، من كتر ما هي مش عايزة تقوم تمشي وتسيبها. يعني عارفين حاجة كده قلبها أبيض جميل، كله طيبة وحنية وحنان وإيمان. المهم الموقف ده أثر فيه جدا لما لقاها قاعدة نايمة كده، سابها مرضيش يقومها عشان ما ياخدهاش ولا أي حاجة، وراح أوضته ودخل نام. جه بعد كده تاني يوم لقاها عاملة العشاء زي ما بتعمله وحطها على الترابيزة السفرة زي ما هي ومستنياه. فقعدوا وكلوا مع بعض. راح مكلمها بقى، ما كانش بيكلمها بقى غير وهو نازل يسلم وهو طالع يسلم بس. فقال لها: أمي عاملة إيه؟ قالت له: كويسة الحمد لله. والكلمتين دول، السؤال ده أسعدها جدا جدا جدا، حسسها إن هو واخد باله إن هي واخدة بالها من أمه، فاتبسطت جدا. جه مر كمان كام يوم وهو اتأخر في الورشة، كان عنده شغل كتير فتأخر. هو منبه عليها ما تنزلش الورشة عشان بيبقى فيها رجالة غرب، فما قدرتش تنزل ولا تعرف تأخر ليه. فخرجت وقفت على باب الشقة، يعني على السلم كده، عشان سمعت رجليه طالع. أول ما طلع قالت له: اتأخرت ليه كده؟ قلقتني عليك. قال لها: وتقلقي عليا ليه؟ قالت له: أبدا، يعني اتعودت إن أنت بتيجي في وقت معين. قلقت عليك دي بقى وقعت على قلبه وقعة بطريقة يعني أثرت بقى حبتين 13. في الليلة دي معرفش ينام، فبدأ بقى إيه قلبه فعلا يرق لها. يعمل إيه؟ تاني يوم وهو طالع كان واخد لها معاه حاجة من الحاجات اللي بيعتبروها حلوة في الريف، حتة بسبوسة، كحكاية فيها عجوة، الحاجات بتاعتهم دي. المهم خدها وطلع، راح حاططها لها على السفرة جنب الأكل وقال لها: دي ليكي. طبعا هي بقى كده يعني
اتبسطت جدا. هي مستمرة في الدعاء، مستمرة في الدعاء بالليل زي ما هي كل يوم تصحى بالليل تصلي، وتصلي قيام ليل وتدعي كل يوم. طبعا لما جاب لها بقى حاجة حلوة كده اتبسطت جدا جدا. وهم قاعدين بقى على الأكل، طبعا لا كان بيقول لها تسلم ايديكي ولا حلو ولا وحش ولا أي حاجة. قال لها الملح مظبوط جدا في الأكل، تسلم ايديكي. راحت بصله كده بابتسامة جميلة، وشكرا، تسلم وتعيش، ألف هنا. وبعدين قال لها طب مش عايزة حاجة من السوق أجيبها لك بكرة بدل ما تنزلي؟ قالت له لا مش عايزة، أنا جايبة حاجات للأسبوع كله. قال لها طيب ماشي، لو عوزتي حاجة قوليلي. بدأ بقى يبقى في بينهم كلام، لحد ما في يوم قاعد في البلكونة، راحت قعدت جنبه، قعدوا يتكلموا شوية كلام وشوية كلام، وانت عاملة ايه واخبارك ايه، وبدأ يبقى فيه حديث بينهم، بس حديث عادي مفيش اي حاجة برضه. فضلوا على كده لحد ما عدوا ال3 شهور. لقى الباب بيخبط، مين؟ ابوها. كان جاي له بقى اخر النهار بعد ما خلص شغل. اتفضل يا عمي، اتفضل يا حاج. راح طالع قعد، قال له بص يا ابني، انا جيت لك اهو على حسب الميعاد، وربنا يسترك زي ما سترت بنتي. عدوا ال3 شهور والقرار دلوقتي بتاعك، سواء اتجوزتها وبقى في بينكوا علاقة او ما اتجوزتهاش، انا كده كده موافق تطلقها واخدها دلوقتي زي ما احنا متفقين. ولو عايز طبعا تخليها زوجتك خليها، ده شيء يرجع لك انت والقرار بتاعك انت. طبعا يعني هي بقى أميرة ما كانتش قاعدة معاهم، كانت واقفة جوه في الأوضة ورا الباب ورامية ودنها زي ما بنقول، يعني عايزة تسمع ايه اللي جرى. فالمهم كريم راح بصله كده وقال له بص يا حاج مهدي. قال له ايوه يا ابني. قال له أميرة مش أنا اللي سترتها الكام شهر دول، ده هي اللي سترتني وسترت بيتي. وأميرة مش ضيفة في البيت، ده أميرة قلب البيت، هي روح البيت، هي اللي خلت البيت بيت. فهي طبعا سمعت حمدت ربنا واتبسطت وبقت سعيدة جدا جدا. راح الحاج مهدي قال له يعني ايه يا ابني؟ قال له يعني أميرة مراتي على سنة الله ورسوله، واحنا هنعيش ونكمل مع بعض، ده بعد إذنك. قال له يا ابني ربنا يسعدك ويسترك ويكرمك ويحميك ويحفظك، وما بقاش عارف يدعي له يقول له ايه ولا ايه. اتفضلوا ميه. هي اتبسطت وابوها اتبسط، راح منادي عليها وقال لها يا أميرة خلاص كريم هيحتفظ بيكي وهتبقي زوجته على سنة الله ورسوله زي ما انتوا يا بنتي، ومش هتمشي ولا حاجة. قالت له الحمد لله يا والدي، الحمد لله، ربنا جبر بخاطري، عشان أنا طلبت منه كده وربنا جبر بخاطري. قال لها يا بنتي ربنا يجبر بخاطرك دايما، انت تستاهلي كل خير. وعاشت بقى هي ومين وكريم، عاشوا أجمل حياة. هما الاتنين كانوا بيشكروا ربنا على وجود بعض في حياة بعض. كان يجوا بالليل يصلوا هما الاتنين قيام ليل ويشكروا ربنا، كريم يشكر ربنا ويقول له الحمد لله الذي جمعتني بها، وهي تشكر ربنا وتقول يا رب استره زي ما سترني. أصبح الستر حب، سبحان الله، وأصبح الحب حياة جميلة جدا، متفاهمين جدا، بيحبوا بعض جدا، قريبين من بعض جدا، ويحمدوا ربنا يا رب جمعت اتنين مكسورين وبقوا صدد لبعض، سند لبعض، وعضد لبعض، بيعضدوا بعض يعني، وبيسندوا بعض وبيقووا بعض هما الاتنين، وواجهوا الحياة سوا. سنة واتنين وتلاتة ربنا كرمهم بولد وبنت زي العسل. وبقى كريم يقعد قدام الورشة والولاد بيلعبوا قدامه،
وهو قاعد يشرب الشاي ولا القهوة بتاعته، وأميرة بتعمل حاجة بيتها فوق، وأصبح البيت بالنسبة لها جنة، وأمه حطها فوق راسها وجوه عينيها. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والستر قبل الحب، لأن الستر جه وراه الحب. سبحان الله، هو قبل يسترها وربنا عوضه بيها، وعرف إن هي إنسانة كويسة جدا جدا، وكانت أحسن عوض ليه. اللهم لك الحمد يا رب، واللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستورين دايما، ولا ترفع سترك عنا يا رب. اللهم آمين. أمنوا على الدعاء يا جماعة. الستر حاجة جميلة أوي 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 أوي. كلنا عايشين بستر ربنا. اللي ربنا بيرفع ستره عنه بتبقى حياته صعبة جدا جدا. اللهم لا ترفع سترك عنا يا رب، واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اشفي كل مريض يا رب، اللهم اشفي كل مريض يا رب. اللهم اشفينا واشفي مرضانا جميعا يا رب. اللهم آمين. اللهم ارزقنا رزقا كثيرا وفيرا حلالا يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. وأقول لكم إيه، ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت حلو. كومنتاتكم بتعجبني جدا، وبصراحة بشكركم جدا عليها. واللي تعجبه القصة يعمل لها شير مع حبايبه عشان قناتنا تكبر وتبقى جميلة. وأقول لكم إيه، استنوني في قصة جديدة. سلام.